مشاهدينا الكرام، ما زلتم معنا في إيكوزيوم مباشر، وانتقلنا إلى الركن الجديد، الركن الثقافي والاجتماعي مع ميدان التربية والتعليم. واخترنا لكم موضوع الامتحانات نهاية السنة، المتمثلة في الامتحان الأبيض لشهادة التعليم المتوسط والامتحان الأبيض لشهادة البكالوريا التي تبدأ غدا إن شاء الله. واستضفنا الأستاذ جمال عليوات، أستاذ لغة فرنسية ونقابي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك معنا أستاذ. دائما تعتبر نهاية السنة هي نهاية الحصاد، أو ما قام به التلاميذ ومن الأساتذة من جهود ضخمة طوال هذه السنة، وتعتبر الامتحانات هي المفصل الأخير. الآن لو نتكلم على هذه ظروف الامتحانات، ودائما ما تخلق نوع من الهستيريا لدى الأولياء، لدى التلاميذ، لدى ربما حتى الأساتذة كذلك يشاركون في هذه، وربما بعض الآثار تكون سلبية على التلميذ وعلى الآخر. لو نتكلم الآن على الشعور بالتوتر هذا، ما هي الأسباب تاعو في رأيك أنت كأستاذ وكقديم في المهنة وغير ذلك؟ شكرا. أكيد هناك توتر نفسي وهناك قلق، هو الذي يسبق الامتحانات الرسمية، يعني في الأطوار الثلاثة. يعني نقدر نقول أنه هذا التوتر هو توتر عادي، يعني هذا القلق هذا هو توتر عادي على أي تلميذ مقبل على امتحانات رسمية، أو عندنا غدا الامتحانات البيضاء يعني فيما يخص شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. هو شيء عادي لدى أي إنسان، يعني حتى احنا يعني كأساتذة ولا عندنا نوع من التوتر لما يكونوا تلاميذنا مقبلين على امتحان. ولا الشيء السلبي هو لما يكون هذاك التوتر ولا يعني زائد، ولا يقدر يكون عائق على التلميذ اللي يخليه انه يقدر في هذيك الفتره انه يضيع جهد تاع سنه كامله، او حتى جهد تاع تطور كامل. اذا كان كما نقولوا اذا كان ما سيرش هذاك القلق تاعو، ما كانش عنده المرافقه البيداغوجيه والمرافقه النفسيه اللازمه. المرافقه النفسيه اولا التحضير، نقدر نقول انه التحضير ليس في هذه المرحلة بالذات فقط، وإنما التحضير يبدأ منذ بداية سنة، رفقة الأساتذة ورفقة الأولياء. يعني تحضير مثلا لامتحان شهادة المتوسط يبدأ منذ بداية سنة، إنما هذا يعتبر تحضير للامتحانات الرسمية. يعني احنا نقولوا بكالوريا بيضاء أو شهادة متوسط بيضاء، لماذا؟ لأننا نوضعهم في نفس شروط البكالوريا الرسمية أو شهادة التعليم المتوسط الرسمية، نفس الظروف. يعني أنه التلميذ يمتحن يعني في نفس المواد اللي راح يمتحن عليها في شهادة التعليم المتوسط، تكون امتحانات مغلقة وتكون أمام الأساتذة ديالو، يعني الأساتذة ديالو يعني كيكونوا معاه، يعني راح يخفوا نوعا ما الضغط تاعو، لأنه هذا راح نحضروه للامتحانات الرسمية اللي ما راحش يكون مع الأساتذة تاعو. ولهذا عليه أنه التلميذ يحضر نفسيا. هذا الامتحانات في حد ذاتها هي تحضير، يعني هي نوع من التحضير، لأنه الامتحان الرئيسي بين قوسين هو راح يكون في جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط وبالنسبة لشهادة البكالوريا. إنما هنا نحطوا التلميذ في نفس ظروف الامتحان الرسمي، ولازم يكون لازم تكون مرافقة أكيد من طرف الأساتذة، من طرف الأولياء. ما لازمش يزيدوا الضغط على أولادهم، لازم يحفزوهم أكثر، لازم التلميذ يأمن بالقدرات تاعو. لأنه المشكل أنه كاين بعض التلاميذ اللي عندهم قدرات وعندهم يعني نلقاوهم تلاميذ نجباء، إنما لما يلحقوا فترة الامتحان الرسمية يوقع لهم نوع من الارتباك او نوع من الضغط النفسي اللي راح يكون سلبي عليهم، ما يقدروش يخرجوا القدرات تاعهم. الاستاذ عليوات، ربما الاستاذ عنده خبره عده سنوات وهو في نفس العمليه، ربما شهاده التعليم المتوسط يعني متكرره، وخاصه الاستاذ القديم يعني عنده خبره كبيره ربما تجوز عليه. لكن الاشكاليه عند التلميذ هذه واحده، لانه اول مره راح يجتاز امتحان يعني رسمي بهذا الشكل. والناحية الثانية أولياء اللي ربما عندهم أول ابن ولا راح يجوز، ولا ربما عندهم فترة ما عندهمش التعود هذا. نعم. نرجع إلى الأولياء أولا ثم ننتقل إلى التلميذ. الأولياء
تجيهم هستيريا، ضغط كبير على على التلاميذ أكيد هي ديالهم، يقول لهم راجعوا الى غير ذلك. واش اكيد هي الحلول؟ نقولوا انه الاولياء عندهم رغبه، نعم. عندهم رغبه انه اولادهم ينجحوا، نعم. لانه نجاح التلميذ ونجاح ولادهم هو مرتبط بنجاحهم. نعم. يعني اي ولي يشوف يقول لك ان اولادي نجحوا، انا اللي نجحت، يعني معناتها نجحت في مسيرتي مع لاني نجحت في مسيرتي. لكن اللي لازم انا يعني كاستاذ وعلى حسب التجربه اللي عندي نظن انه الاولياء لازم يكونوا حذرين جدا في هذه الفتره. ما لازمش يمارسوا يعني هذاك الضغط السلبي اللي انك بالك، وكاين بعض الاولياء وبالك ما تجيبش وبالك وهذيك وبالك منا، ويعني يخلوا التلاميذ لازم نخلوهم في راحه. لازم اكيد نحضروهم، ولكن لازم نخلوهم في راحه نفسيه. يا هل ترى الأستاذ هذه الحرص تاع الأولياء، الحرص تاع الوالدين خاصة بالنسبة لابنهم والله اللي راح يجوز هذا الامتحان، وامتحان ربما يعتبر كمصيري يعني في ظنهم، هل عندما يضغطوا عليه ويقولوا لازم تراجع، لازم تقرأ، لازم كذا، وش راك تدير كذا مثلا، هل هي عوامل إيجابية باش التلميذ أنت بخبرتك، هل عوامل إيجابية نعم. ولا راح ربما عامل سلبي في هذه المرحلة؟ لا، هو اكيد يعتبر عامل سلبي. لماذا؟ لانه التحضير يكون طول سنه. التلميذ اللي يحضر الشهاده التعليم المتوسط او شهاده البكالوريا راهو حضر طول السنه. يعني تبقى انه لازم نسيروا هذه الفتره تاع قبل الامتحانات، لازم ما نزيدوش الضغط. لان التلميذ راهو عنده ضغط، راهو عنده ضغوطات، هو على باله واش راه ينتظر فيه. كيزيد كاين بعض الاولياء. يعني انا لحقت يعني شفت واحد الظواهر قبل ما نجي لهنا، يعني كنت مع ولي تلميذ يعني نحكي هكذايا. نعم صحيح، كنت نحكي الواقع، يعني نحكوا الواقع. كاين بعض الاولياء يلحقوا التهديدات، التهديد يعني تهديد ابنائهم. صحيح. رد بالك ما تجيبش، ورد بالك وما تجيبش وهذيك. وشفنا بعض الظواهر ثاني خطيره، يعني انا نشاهدوها في هذه السنوات هذه. كاين بعض التلاميذ بعض الامتحانات، يعني بعد الامتحانات وبعد النتائج، كاين تلاميذ اللي يخرجوا من ديارهم، كاين تلاميذ اللي من الخوف تاعهم من الاولياء، من النتائج تاع الاولياء تاعهم ربما يعرضوا نفسهم للخطر. وكاين اللي شفنا عده ظواهر شفناها في الاعلام انه تلاميذ خرجوا علاش؟ لانه خافوا ردة الفعل تاع الاولياء تاعهم. وهذا الشيء ما لازمش يكون. لازم نرافقوا التلميذ. لازم كاين ثاني امور ثاني من الجانب الصحي. لازم التلميذ ياكل مليح، لازم التلميذ يكون عنده قسط كافي من النوم. هذا شيء مهم ثانيك لبعض الاولياء يتغافلوا عليه. يقول لك انا وليدي نوضوا على 4 تاع الصباح يحفظ، نوضوا على 5. علاش نوضوا على 4 تاع الصباح يحفظ؟ اعطي له وقت، نظم. لازم يكون تنظيم في المواد اللي راجع فيها. وفي المرحله هذه الاخيره ماهوش راح يقرا يعني يعاود يقرا واش قرا كل سنه. هذه المرحله الاخيره احنا كاساتذه نعطوا يعني التلميذ نعطوا له يعني امتحان تجريبي، يعاود يخدم المواضيع اللي فاتت السابقه، نعطوا له نفهموه نمط الاسئله. هذا هو التحضير النهائي. ولازم ياخذ قسط من الراحه اللازمه باش غدوه ان شاء الله يكون في يعني يكون مرتاح، ويكون لازم يكون الاكل الصحي. هذه كاين بعض الاولياء يتغافلوا عليها، انهم ما يخلوش وليدهم يريح. يقول لك لان وليدي باش ينجح لازم يقرا ولازم ينوض على 4 تاع الصباح. لا، ماشي. لازم التحضير يكون تحضير ذكي. لازم التحضير يكون تحضير ذكي ومنهجي. التلميذ يحضر نفسه نفسيا بيداغوجيا بطريقه اللي تخليه يوم الامتحان يكون مرتاح، يكون عنده ثقه في القدرات تاعو، ويكون ولازم ثاني الاولياء يقولوا لاولادهم، وحنا كاساتذه نقولوا للتلاميذ انه هذا امتحان عادي كمثل الامتحانات. هما في طول السنه يعني عليهم 3 امتحانات سنويه، عندهم امتحانات عاديه في القسم. نختبروهم في المواضيع وفي الدروس اللي قراوهم. ماهيش حاجه لانه كاين اللي يقول ماهيش حاجه جديده. نعم. كاين اللي يقول لك يا درا يبداو نهارك من قبل، يا درا راح تطيح هذيك ما راحش تطيح هذيك. الاستاذ هل كمل البرنامج، هل درنا هذيك. هذه الامور ما لازمش ندخلوا فيها. لازم الانسان يدخل، يعني التلميذ يدخل بثقه انه هذا امتحان عادي وماهوش يعني مصيري كما يصوره بعض الاولياء انه هذا يحدد المستقبل تاعو. هذا مجرد امتحان
يعني التلميذ يجوزه في ظروف ملائمه، وان شاء الله يكون نجاح حليف. من جهة أخرى أستاذ علوات، أنت تعرف تلاميذ يعني بطبيعة الحال هناك بعض التلاميذ اللي يحتاج إلى إرشادات هو لوحده يعني. اكيد. ولكن غالبية التلاميذ أنهم ربما إذا نقدر نقول نطرحوا هذا الإشكال أنهم كسلاء، يعني ما يحبوش يخدموا، ولذلك من حرص الأولياء أنه يحب يحفزوا ويعطي له مثلا شحنة هكذا وربما بطريقته هذه هي. هذو التلاميذ بالضبط باش نحفزوهم باش نديروا لهم لازم بالضبط؟ التلاميذ فيما يخص يعني قلنا تاع تلاميذ نجباء، يعني فيما يخص الضغط، يعني باش ما الضغط راح يكون على كل التلاميذ، على كل، نعم. حتى التلميذ الناجب، لماذا؟ لأن الأولياء حتى التلميذ الناجب هذاك عنده سقف معين اللي يستناو منه الأولياء. التلميذ صحيح. الناجب يقولوا لازم تدي 18، صحيح. لازم تدي، وبالتالي عنده ضغط. والتلميذ المتوسط هذاك يقولوا له رد بالك، لازم تطلع، لازم تجيب هذيك. على هذيك اللي نقولوا الضغط لما يكون عادي، القلق لما يكون عادي راح يقدر التلميذ يسيره. انما حتى التلميذ هذاك المتوسط اذا كان الضغط كبير من طرف الاولياء تاعو انه رد بالك، وكما كنا نقولوا بالتهديد وهذا الشيء ما راحش يجيب نتيجه. التحضير اولا يكون تحضير بيداغوجي، لازم نحضروه الدروس، كيفيه المراجعه، كيفيه التعامل مع الاسئله، كيفيه التعامل مع المواضيع. في الفترة الأخيرة هذه الأساتذة نخدموا معهم مواضيع اللي تتشبه مواضيع الامتحانات. أما الضغط السلبي سواء كان على التلاميذ النجباء أو على التلاميذ المتوسطين، هذا ما راحش يكون في صالح التلميذ وفي صالح الممتحن. كاين ثاني فئة أخرى نقدروا ثاني نتكلموا عليها، كاين فئة من التلاميذ ما نكذبوش على روحتنا أنهم في الامتحانات هذه الرسمية رايحين يعني بدون تحضير، رايحين يخوضوا في الامتحانات مباشرة. ربما كاين اللي حتى يعتمدوا على أساليب أخرى، يعني كأساليب يعني هذا واقع رانا نعيشوا فيه. يعتمدوا على أساليب الغش، يقول لك أنا ما قريتش، أنا ما حفظت والو، أنا نروح راح نحاول كيفاش نخدم بأساليب أنبو ضمير ويجي. هذه هي، يقول لك أنا لازم نشوف كيفاش أي طريقة اني نخدم في الامتحان مع انه ما كانش عنده تحضير. وهذا نقولوا باللي حنايا باش التلميذ هذه المرحله اللي جني ثمار العمل. العمل ماهوش العمل ما يبداش في الفتره الاخيره. يعني هذه يعني كنصيحه نعطوها للاولياء ونعطوها للتلاميذ. العمل والتحضير للامتحانات الرسميه وللشهادتين، وحتى فيما يخص مرحله التعليم الابتدائي، هذه شهاده راهي تخص طور كامل، ماهيش تخص حتى هذيك سنة الرابعة. يقول لك شهادة تعليم المتوسط، يعني هي جني ثمار تاع 4 سنوات. ولهذا العمل لازم يكون عمل قاعدي، لازم نتعلموا نرافقوا أولادنا ونرافقوا يعني تلاميذنا من بداية الطور، من المرحلة الابتدائية حتى من السنة أولى ثانوي. احنا هناك البعض يهمل هذه السنة، وهي السنة الأولى ثانوي، السنة الأولى متوسط، وهي السنوات القاعدية، يعني تعتبر كمرحلة جديدة، مرحلة جديدة بالنسبة للتلميذ. وهنا راح يعني كي نقولوا ينتقل من مرحلة الابتدائي إلى مرحلة المتوسط، يعني مرحلتين مختلفتين بالنسبة للتلميذ. في هذه النقطة بالذات كثير من التلاميذ أنه عندما يمر إلى المرحلة الأولى ويبقى في السنة الأولى سواء المتوسط أو الثانوي يقول لك نرتاح، ولكن تجيه صعوبة أكثر. يعني أكيد تجيه صعوبة أكثر لأن هناك ظروف مختلفة. تكلمنا عن التلميذ تاع الابتدائي لما ينتقل لمرحلة التعليم المتوسط. في مرحلة التعليم الابتدائي عنده أستاذ، ربما أستاذ واحد أو أستاذين، يعني أستاذ اللغة العربية وأستاذ اللغة الفرنسية. إنما في التعليم المتوسط كل مادة عنده أستاذ تاعها، يخرج أستاذ يدخل أستاذ واحد. البرامج راح بالنسبة للتلميذ تتغير، ولهذا التلميذ اللي دائما تكون عنده قاعدة يعني صحيحة، وتكون عنده قاعدة من الابتدائي المكتسبات، يعني مكتسبات الابتدائي مكتسبات حقيقية لدى التلميذ. لما يلحق مرحلة التعليم المتوسط يعني تكون عنده كما نقولوا اون فاز دادابتاسيون برك، يعني يتأقلم مع الشيء الجديد والمحيط الجديد اللي يعيش فيه. ابقى معنا أستاذ جمال علوات، سوف نمر إلى فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلامي ثم نعود.
جمال عليوات، تكلمنا قبل قليل على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة وتغير معناتها المنهجية الجديدة هذه، وش لازم تنصح بها التلاميذ يعني، أو في هذه المرحلة التغير الجديد هذا؟ يعني هي انا بالنسبه لي هو التغير راح يكون اكثر واكثر من مرحله الابتدائي لمرحله المتوسط. نعم. لهنا في المرحله الابتدائيه نحن نعلم الكل ان التلميذ يعني يكون ما زال في مرحله الطفوله، ينتقل الى مرحله المتوسط هي مرحله المراهقه. نعم. وهنا يعني حتى سلوكيات يعني التلميذ تبدا تتغير، مورفولوجيا يبدا صحيح. التلميذ يعني عنده الملامح تاعو تتغير، صحيح. حتى ذهنيا يعني لازم نتعامل. وهي نظن ان هي المرحله الحساسه هي مرحله المتوسط. اذا كانت عاملنا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع التلاميذ في السنه الاولى متوسط، وعرفنا كيفاش يعني ما نخلوهمش يعني متاثرين بهذاك التغير اللي كان من الابتدائي للمتوسط، وينتقلوا من مرحله لمرحله بطريقه يعني علميه، ويعني التلميذ يولي يعرف بلي عنده عده مواد وكل ماده عندها استاذها. نعم. والبرنامج يبدا يتاقلم مع البرنامج. اذا كان عندنا يعني بخبرتي نشوف انه هناك تلاميذ عندهم صعوبات كثيرا فيما يخص السنه الاولى متوسط. اكثر صعوبات يتلقاها الاساتذه هي مع تلاميذ السنه الاولى متوسط، لانه كما قلنا هي مرحله مختلفه على مرحله كل التعليم. مراحل التعليم، حتى المتوسط حتى الثانوي حتى الجامعه، السنه الاولى تعتبر كمرحله جديده. لكن لما التلميذ ينتقل من شهاده التعليم المتوسط لشهاده التعليم الثانوي، مرحله التعليم الثانوي، صحيح انه هناك فرق بين المتوسط والثانوي، لكن ماهوش فرق كبير يعني. نعم. عنده كل ماده عندها استاذها. التلميذ بدا ينضج. نعم. بدا يكبر، يستطيع التلميذ انه يتاقلم مع هذه المرحله. انما المرحله الصعبه هي من مرحله التعليم الابتدائي لمرحله التعليم المتوسط، لانه التلميذ لما ينتقل من السنه الاولى متوسط للسنه الثانيه متوسط يعني بمكتسبات يعني وحقق نجاح، هذه يجوز السنوات تاعو الثانيه والثالثه والرابعه يعني بقاعده معرفيه، ونقدروا نقولوا بلي نقدروا نبنيو عليه انه مستقبلا راح يكون ناجح. انما الفتره اللي تقدر تعيقه انه اذا ما كانش تعدل هذاك الاختلاف بين مرحله الابتدائي والمتوسط، اذا كانت نعم. صعيبه عليه وما تعداش، ما تأقلمش بها. نعم. ما تأقلمش معها، هنا راح يكونوا عنده يعني مشاكل في هذه النقطة بالذات الأستاذ عليوات، هل البرامج مثلا أو نظام التعليم هل يؤثر سلبا على التلاميذ؟ صحيح. نقدر نقول أو ضغوطات نقدر نقول أنه البرامج حاليا يعني فيها نوع من الكثافة، يعني ما نكذبوش، فيها نوع يعني البرامج حتى في مرحلة الابتدائي لحقنا وين الاولياء ولاو يقراو مع اولادهم باش يحضروهم، او يدخلوهم حتى دروس خصوصيه في الابتدائي. دروس خصوصيه في الابتدائي بلا ما نحكيو على ظاهره الدروس الخصوصيه. حتى الاولياء ولاو يتعبوا. نعم. اكثر ولاو يتعبوا بزاف مع اولادهم. لماذا؟ لان هناك كثافه برامجيه، هذه كثافه في البرنامج، هذه ما نكذبوش ما نهربوش منها. حتى في الطور المتوسط ايضا التلميذ ما نساوش راهو يقرا مواد، راهو يقراو بزاف مواد، عنده المواد العلميه، عنده المواد الادبيه، عنده حتى الحق وين التلميذ كاين انا تعاملت مع اولياء بزاف اولياء حتى ولاو تلاميذ ما عندهمش وقت للرياضه وما عندهمش وقت للترفيه. لماذا؟ لانه كثافه البرنامج ما تسمحش للطفل انه يمارس رياضه. كثافه الواجبات المنزليه. نعم. لما نقول كثافه البرامج معناتها هناك مرتبطه مع كثافه الواجبات المنزليه، والطفل بهذه الطريقه
ما يقدرش يمارس رياضه، ما يقدرش يمارس هوايته المفضله. نعم. وهذا الشيء ممارسه الرياضه والهوايات هذه راح تلعب دور ايجابي يعني حتى في التحصيل العلمي. لا في هذه النقطة حتى الأولياء اللي يشوفوا أولادهم مثلا في مرحلة الشهادة سواء شهادة المتوسط أو شهادة البكالوريا يمنعوا عليه كل شيء، يعني يمنعوا عليه كل شيء، يمنعوا عليه كل شيء، يقولوا له حتى الصيف حتى كي تخلص باش كل شيء مؤجل، كل شيء مؤجل حتى يعني ينجح، حتى ينجح. ينجح. في هذه النقطة بالذات هل راهم على حق الأولياء باش يمنعوا على كل شيء ولا لا؟ ما نقدرش نقولوا أنهم على حق ولا مش على حق، هم مضطرين. نعم. مضطرين انهم يواكبوا برنامج التلميذ. نعم. الخوف نعم. الخوف من عدم نجاح اولادهم يخليهم انهم ياجلوا كل ما يتعلق بالترفيه، كل ما يتعلق نعم. بالرياضه، كل ما الى ما بعد اجتياز المرحله هذيك. لما يجتاز، لما ينال هذيك الشهاده يقولوا له خلاص الان تقدر. هي صحيح، هي مساله تنظيم فقط. تنظيم. نعم. هي مساله تنظيم. حتى الرياضه انا ننصح الاولياء يخلوا اولادهم يديروا رياضه، هي مساله تنظيم فقط. نعم. يعني ننظموا حصتين في الاسبوع اظن لا تضر، يعني لا تضر. وحتى التحضير سواء كان بالنسبه لشهاده التعليم المتوسط او شهاده البكالوريا، التحضير لازم يكون تحضير ذكي. نعم. وفق منهجيه. التلميذ ماهوش ملي ينوض الصباح وحتى لليل وهو يقرا. لازم الاولياء يخلوا له ان اسباس يعني من الحريه، يعني من التنفس، يخلوه شويه. عندك وقت صحيح، عندك وقت وين لازم تقرا، وين لازم تراجع اكيد، انما لازم نخلوا وقت للراحه، وقت لممارسه الرياضه، وقت لممارسه الهوايات. انا نشوفوا بلي كاين بعض الهوايات وبعض المواد اللي ما وليناش نعطوا لها اهميه. صحيح. رغم انها عندها اهميه كبيره، كما الرسم، كما الموسيقى. نعم. كما هذه المواد هذوما يساعدوا. كنا تكلمنا على الضغط والقلق فيما يخص الامتحانات. لما يكون تلميذ عنده مثلا هوايه الرسم وهوايه الموسيقى، يقدر حتى عن طريق الرسم وعن طريق هذه الموسيقى انه يخفف من هذا القلق ومن هذا الضغط تاعو، من هذه الضغوطات بالتحضير لهذه الشهادات. هذه الامور هذا احنا نهملوها. يقول لك الرسم انا ما كاش في شهاده التعليم المتوسط، ماهيش ماده يعني اساسيه ولا ما راحش يجتازوها في شهاده التعليم المتوسط. ابني انا ما يرسمش ولا، وهذا خطا. يعني لازم نخلو دائما مجال، لان ما ننساش انه نتعاملوا مع يعني اطفال، مع مراهقين اللي لازم لهم مجال انهم يعبروا على الابداعات تاعهم، ويكون عندهم مجال من الحريه، مجال من الراحه. وهذا الشيء راح يعاونهم في مكتسباتهم العلميه، وفي حتى في هذه الامتحانات الرسميه. الان لو رجعنا الان راهم في مرحله الان وخلاص راهم راح يبداو الامتحانات غدا، كيفاش نقدروا ندعموا التلاميذ هذو؟ انت كولي راك قبل ان تكون كاستاذ، يعني راك عندك الجهتين. كيفاش كأولياء يدعموا هؤلاء التلاميذ للامتحان؟ هي في المرحلة النهائية لازم أهم شيء هو لازم نخلوا التلميذ أو ابننا يأمن بالقدرات تاعه. لازم تكون عنده الثقة. نعم. يأمن بالقدرات تاعه. وليدك إذا كان قرأ عنده قدرات لازم يأمن بها، لازم نحفزوه احنا ايضا. احنا دور الاولياء ودور الاساتذه لازم قبل كل شيء يكون دور تحفيزي، ماهوش تهديد. لازم تجيب وما لازمش تدير. نحفزوا وليدي، نقولوا انت عندك امكانيات، تقدر تنجح. راهو النتائج تاعك اللي فات نتائج مليحه، ما تخافش، هذا امتحان كاي امتحان. امتحانات الاخرى واش عندك، واش المعارف تاعك اللي اكتسبتها حطها في الورقه. ما تاخذ كاين امور ثاني واحد اخرى، كان نصائح نقدروا نمدوها للتلاميذ، انه ينظم وقته حتى في وقت الامتحان، انه ياخذ كامل وقته. مثلا في ماده عندك ساعتين، ما تقلقش باش تخرج. عندك في الرياضيات، عندك في اللغه العربيه، عندك في اللغه الفرنسيه، عندك ساعتين. حاول انك تستغل هذوك الساعتين تاعك، نظم وقتك، استعمل المسوده. فيما يخص اللغة الفرنسية واللغة العربية، قراءة النص جيدا، لأنه أغلبية الأسئلة راح تكون حول النص. هذه هي الأمور الإيجابية والنصائح اللي مليحة اللي نعاونوا بها التلميذ
بعيدا عن الضغط السلبي. هذا بالنسبة للأولياء. وبالنسبة للأساتذة كيفاش ينصحوا مثلا خاصة للأساتذة اللي حاكمين مثلا أقسام الامتحان، وكيفاش التوجيهات اللي هو تقدموها هو للتلاميذ؟ يعني نفس الشيء، احنا نحفزوا التلاميذ ونخلوهم يامنوا بالقدرات تاعهم. وانا الشيء اللي نقوله ربما عباره نقولها كثير للتلاميذ تاعي. نعم. انا نعتبرها محفزه، وكل استاذ عنده طريقته يعني في تحفيز التلاميذ. إيه. انا في اغلب الوقت نقول للتلاميذ تاعي اسمعوا، نقول لهم انا المواضيع اللي راني نديرهم اللي راكم ديروهم هنا في المؤسسه مقارنه مع مواضيع شهاده نعم. التعليم المتوسط او شهاده التعليم البكالوريا او شهاده البكالوريا، راها نقول أصعب. لهم راهم اصعب من الامتحان الرسمي. حتى يعني لما تجتازوا الشهاده راح تشوفوا باللي راح تستنتجوا باللي واش كنتوا ديروا كمواضيع مع الاساتذه تاعكم كانت مواضيع اصعب بكثير. يعني راح تلقاو باللي شهاده التعليم المتوسط مواضيعها ما نقولوش سهله، وانما في متناول الجميع، في متناول التلميذ اللي حضر نفسه لهذه الشهاده. التحضير هذا، هل توجد استراتيجيات مثلا للتحضير الجيد بالنسبة للتلاميذ؟ هل يتعاملوا في اون جروب كما يسموهم التحضير؟ نعم. هو حتى فردي يعني. هو نعم، حتى التحضير يعني في يعني اون جروب في مجموعات. يعني ينجم يخلق يعني جو ملائم بالنسبه للتلميذ. حتى التلميذ احيانا لما يكون وحده في الدار ما عندوش هذاك الحافز وما عندوش هذيك لا موتيفاسيون. لكن انا نشوفوا باللي كاين الكثير من التلاميذ يعني يقراوا مجموعات كافواج. وهذا يعني نقدر نقيسوا حتى في المجال الرياضه. في الرياضه الانسان لما يدير رياضه وحده يولي يعجز، يولي لما يكون في فريق ولا يكون في جروب يكون عنده الحافز اكثر. ولهذا نشجع انه يقراوا كافواج. المكتبه نشجع التلاميذ انهم يروحوا للمكتبه كافواج مع الاصدقاء تاعهم مع الزملاء تاعهم، يقراوا يعني كل واحد تبادل المعرفي بين التلاميذ. يعني هذا التبادل والاحتكاك مع التلاميذ فيما بينهم، هذا راح يكون شيء ايجابي بالتاكيد. وكاين يعني استراتيجيات كثيره. كاين تلاميذ اللي عندهم مشاكل نفسيه. نعم. يعني كاين يلحقوا وين الضغط تاعهم كبير، كاين وين يلحق وين حتى كاين بعض الاولياء يعتمدوا على اخصائيين نفسيين. نعم. هذا يعني جانب ثاني مهم. اذا كان شفت باللي الطفل تاعك باللي عنده مشكل ما ينجمش يتخطاه، يعني رغم التحفيزات ورغم الاساتذه ورغم تحفيزات الاولياء، كاين اخصائيين نفسيين في هذا المجال اللي يقدروا يعاونوا هذا التلاميذ انهم يجتازوا هذه المرحله. والمرافقه النفسيه هذا شيء مهم جدا. المراجعه عند بعض المدارس الخصوصيه ولا المراجعه هذه العامه، هل هي مفيده ولا ممكن هي نرجع الى هل تكفي مثلا المؤسسه ولا المدرسه بمراجعتها تكفي بالاستغناء عن هذه، ولا هذيك مكمله يعني؟ هي واش يدرسوا التلاميذ في المؤسسه تاعهم هو شيء كافي. هو كافي حتى بالوقت، حتى بالوقت، بالتمارين، حتى نلحقوا حتى والاساتذه يديروا مراجعات ويديروا. انما هذه فيما يخص الى نتكلموا على الدروس الخصوصيه، هذه يعني امر ولاو يحوسوا عليه الاولياء حتى يتجنبوا ربما هما ما يراجعوش الاولاد. فوالا ولا ولي التلميذ يقول لك انا ما عنديش الوقت باش نقري وليدي، ولهذا يوجهوا الدروس الخصوصيه. يعني التلميذ اللي يقدر يقرا ويقدر يتبع مع الاستاذ تاعو في المؤسسه وما يتلقاه في المؤسسه هو كافي بالنسبه للتلميذ اللي راجع. اما كاين بعض الاولياء يشوفوا انه لازم التلاميذ تاعهم، خاصه انه كاين بعض التلاميذ عندهم يعني نقائص في بعض المواد، وعلى هذا نظن انه عادي انهم يوجهوهم الدروس الخصوصيه حتى يتداركوا النقائص اللي عندهم. لانه مهما كان يعني الساعات اللي يدرسوها في بعض المواد تبقى بالنسبه لبعض التلاميذ، نقول بالنسبه لبعض التلاميذ تبقى غير كافيه انه يستوعب كل شيء. ولهذا يعني ماهوش عيب انه يلجأ للدروس الخصوصيه لتحضير امتحان رسمي خاصه. مسؤوليه الاولياء بالنسبه للامتحانات هذه ولا بالنسبه لابنائهم
ربما نشوف بتهرب يعني معناتها من المسؤولية، أنه يديروا مثلا يراجع في دروس خصوصية هكذا ويتهنى يتم المراجعة من جهة، اكيد وربما حتى في المراجعة في الدروس الخصوصية ما يزيدش يتابعوا لأنهم ما يتابعوش في هذه ربما لظروف ظروف، معيشية اكيد ظروف إيه. الحياه، ظروف الحياه خلات انه بعض التلاميذ، عفوا بعض الاولياء إيه نعم. يهملوا الجانب الدراسي تاع اولادهم. والأولاد حتى شفنا احنا كاساتذه، شفنا بعض الاولياء خلال العام الدراسي ما تشوفش كاع الوالد تاعو. نعم. الوالد تاعو وكانك حتى بالاستدعاء ما يجيكش. وكاين بعض الاولياء نشوفوهم في شهر جوان، نشوفوهم لما تلحق المرحله النهائيه نعم. باش يجي يقول لك هل وليدي عنده نتائج مليحه تاعو ولا ما شاو. هذا يعني خطا، لأن مرافقه التلميذ راح تكون طول سنه. ونقول بلي مهما كان، انا نقول بلي ما كاش حاجه اهم من نجاح الابناء في الدراسه مهما كانت ظروف الحياه. كاين صحيح انه كاين اولياء ما عندهمش وقت وعندهم ظروف العمل تاعهم اللي تخليهم بعاد على الاسره تاعهم، لكن ننصح انه دائما يخليوا وقت يعني الاهتمام بدراسه الابناء تاعهم، وبعيدا عن الدراسه، يعني ليس فقط الدراسه وانما حتى يعني لو كومبورتمون تاع التلاميذ في الاقسام وفي المدارس. لازم الولي يكون على علم بابنه، بالمرافقه تاع ابنه، شكون اللي راه يخالط مع لأن الاستثمار الحقيقي هو في نجاح هذا، هو في نجاح. ما كاش حاجه اهم في هذه الحياه من نجاح. حتى العمل هذاك اللي راهو يعمل فيه الولي، لماذا يعمل لنجاح الابناء تاعو. ولهذا لازم تكون المرافقه تاع الابناء يعني في المدرسه في المجتمع. هذه مسؤوليه راهي كبيره. الاستاذ عليوات، لو كان تعطينا مثلا بعض النصائح الاخيره والطلبه ديالك وطلبه كامل اللي راح يجتازوا المرحله هذه، مرحله الامتحان الابيض في شهاده التعليم المتوسط او شهاده التعليم شهاده البكالوريا. النصائح اللي نقدر نمدها نعم. انهم دائما يعني يامنوا بالقدرات تاعهم، دائما لازم يكونوا يدخلوا محفزين، دائما يجتنبوا القلق الزائد. هذا ما هو الا امتحان، وامتحان عادي. ويوم الامتحان لما يدخلوا راح يشوفوا بلي حتى مواضيع سهله وفي المتناول، يخدموا باريحيه. كما قلت لك الوقت تاعهم لازم ياخذوا كامل وقتهم. استعمال المسوده هذا شيء مهم جدا، لازم يستعملوا المسوده. وكذلك نقدروا حتى نقولوا للاساتذه يعني المرافقين، الاساتذه الحراس، يعني هذا سواء كان امتحان شهاده التعليم المتوسط او شهاده البكالوريا، هذو ابنائنا نعم. لازم نرافقوهم بالابتسامه. نعم. لازم نرافقوهم، نخلوهم يكونوا يعني في وضعيه مريحه. نعم. يكونوا آلاز، نعاونوهم، ما نضغطش عليهم كأننا نعم. كما يقول لك رانا في مكان وين كل شيء ممنوع، وكأنه لا، هي الابتسامة والكلام الحلو. نعم. وكما يقول لك نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله. وهكذا باش الأسرة التربوية لازم تكون كلها يعني في خدمة التلميذ يوم الامتحان. والحمد لله يعني انا نشوفوا في خلال السنوات هذه اللي فاتت راهم يجتازوا التلاميذ تاعنا، راهم يجتازوا الامتحانات تاعهم رسميه في ظروف جد مريحه. فيما يخص كل الاسره التربويه يعني راهي ترافقهم. فيما يخص الامن يعني كل المؤسسات يعني متوفره على الامن اللازم، وكل شيء متمحور على يعني راحه التلميذ. كل شيء راهو مبني على راحة التلميذ. احنا كذلك نتمنى ان جميع التلاميذ سواء في مرحلة التعليم المتوسط او شهادة البكالوريا البيضاء، نتمنى لهم كذلك انهم يجوزوه في ظروف جيدة، ونتمنى لهم النجاح. الاستاذ عليوات جمال، استاذ لغة فرنسية ونقابي، شكرا جزيلا لك. شكرا.